بصوا بقى، الرياضة دي مش لعب عيال ولا شوية حديد بنشيلهم وخلاص. الرياضة دي حياة، واللي فاهمها صح عمره ما يضيع. انت فاكر انك لما تتمرن يبقى بس عشان جسمك يبقى حلو؟ لا، دي بتظبط دماغك قبل ما تظبط شكلك، بتخليك تفكر صح، تبقى رايق هادي عارف انت عايز ايه ومش عايز ايه. في الزمن كله ضغط، كله نرفزة، كله مشاكل، الرياضة بقيت هي الملجأ الوحيد اللي تدخلها وانت مخنوق وتطلع منها وانت انسان تاني خالص. مش بس كده، ده بتبعدك عن اي سكة غلط، عن اي حاجة ممكن تدمرك وانت مش واخد بالك، لا للمخدرات ولا سهرة غلط ولا صحبة تضيعك. الرياضة بتعلمك الرجولة بجد، تعلمك تصبر، تستحمل، تكمل حتى لو انت تعبان، تعلمك ان مفيش حاجة بتيجي بالساهل. وعلم النفس بيقول انك لما بتتمرن بيبقى دماغك انضف، تفكر اهدى، تفكيرك يعني بيبقى اهدى، الاكتئاب يقل يبعد وكأنك بترميه وراه. واللي بيلعب رياضة بجد دايما بيبان عليه انه شباب حتى لو سنه كبر. ليه؟ عشان روحه لسه فيه طاقة، لسه فيه امل. وكمان الرياضة بتعرفك على ناس شبهك، ناس بتجري لقدام مش ناس بتشدك لورا، ناس تبقى سند مش حمل عليك. بص حواليك كده هتلاقي ناس كتيرة ضايعة تعبانة ومش عارفة ليه، بس الحقيقة بسيطة، جسمهم مفهوش حركة وعقلهم مليان طاقة سلبية. قوم يا صاحبي، قوم يا صديقي، شد حيلك، ابدأ لو بتمرين بسيط، امشي، اجري، العب، بس اتحرك، هتلاقي نفسك بتتغير من جواك قبل بره. هتلاقي مزاجك اتحسن، تفكيرك بيجي انضف، ونفسيتك بيجيت اهدى. وفي الاخر احب اقول لك كلمة واحدة بس، اللي يسيب جسمه ساب حياته تضيع منه وهو ساكت، واللي اهتم بنفسه كسب الدنيا وهو لسه في مكانه. اختار تبقى مين فيهم في الاخر. الرياضة مش رفاهية، ده اسلوب حياة بيحميك، بيبنيك، وبيخليك اقوى نسخة من نفسك.